الأطلس الكبيرة الثقة اللي تنخدموا مجموعين من 2003 دائما من حسن إلى أحسن، وأكبر دليل هو النجاح الكبير وتحقيق أسرع توقيت في القارة الإفريقية اللي هو 2/6/32. 2/6/32 هو الرقم القياسي ديال مراكش. 1 2 3 بسم الله. الدورة 34 ديال مدينة مراكش للماراثون الدولي لمدينة مراكش. غادي تكون ان شاء الله دورة مهمة جدا، وكنتمناو تحقق لنا ارقام قياسية لا بالنسبة للماراثون ولا نصف الماراثون، لا ذكور ولا نساء، لانه نظرا للنوعية ديال العدائين اللي غادي يشاركوا، لا بالنسبة للعدائين اللي هما جايين من كينيا ومن اثيوبيا ولا من المغرب، بحيث اكبر العدائين المغاربه غادي يحضروا معنا، وكنتمناو ان شاء الله نحققوا توقيتات اللي هي جيده، يمكن ليها ترجع لنا عاوتاني نحسنوا التوقيتات اللي هي جيده ديال مدينه مراكش. وفي نفس الوقت غادي تكون دوره اللي هي مؤهله للالعاب الاولمبيه ديال باريس، واللي غادي تكون في الصيف المقبل ان شاء الله. فاذا هي دوره مهمه جدا. المشاركه ديال العدائين غادي يكون حوالي 13000 ديال العدائين. العدائين الكبار راه كاين يزيد على 70 ديال العدائين الكبار اللي غادي يشاركوا في هذه الدوره هذه، والنتائج نتمناو تكون ان شاء الله نتائج جيده، تحطيم ارقام قياسيه وتحطيم المينيما من اجل المشاركه في الالعاب الاولمبيه ديال باريس. بسم الله الرحمن الرحيم. رشيد بن مزيان على اللجنه المنظمه. اهم نقطه هذه السنه هذه شنو هي؟ ان شاء الله ان الهدف الرئيسي ديال اللجنه المنظمه هو تحطيم الرقم القياسي عند الرجال والنساء، و2024 هي سنه اولمبيه. اذا جميع المشاركين ولا بالخصوص المحترفين من المدرسه الكينيه الاثيوبيه والمغربيه الهدف ديالهم انهم يجريوا اقل من ساعتين و8 و10 ديال الثواني، هذا الحد الادنى باش يشاركوا في الالعاب الاولمبيه. تنظن هذه مساله عاديه جدا نظرا لسرعه المطاف ونظرا ايضا للارانب ديال السباق. هناك ابطال كبار من كينيا وعلى الخصوص سامي كيطوارا. سامي كيطوارا معروف جدا في المملكه المغربيه لانه هو اللي عنده الرقم القياسي ديال نصف الماراثون ديال الحسيمه وديال 10 كيلومتر ديال وزان وديال نصف الماراثون ديال الفتح الرباطي. نعرفوا هذه القضيه. عنده منافس قوي اللي هو الفائز بماراثون دبي دي بابا، عنده ساعتين و4 ديال الدقائق. كنسمع ساعتين و4 دقائق والرقم القياسي هو ساعتين و6 دقائق، اذا كاين فرق ديال 2 ديال الدقائق، وكاين حظ كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم باش يتحطم الرقم القياسي. تنتمناو حظ للجميع. مناسبه نشكر جميع الناس اللي سيساعدوا الماراثون من قريب او بعيد، وعلى الخصوص السلطات المحليه وكل المستشهرين. سنعطيكم موعد ان شاء الله الرحمن الرحيم يوم الاحد، والجمهور المراكشي والجمهور المغربي، ومناسبه ياك باش نفرح صاحبي. نتمناو حظ لاصحاب الكره ياك، الله يعاونهم، الله يعاون والد ووليداته. شكرا. الله يبارك فيك.